لما بنبص للسما بالليل بنلاقي نجوم بتلمع، نجوم متوزعة كأنها مرسومة. بس النجوم دي موجودة ليه؟ وازاي جسم بيبعد عننا آلاف السنين الضوئية ممكن ينقذ ناس في وسط البحر؟ وايه السر في ان القرآن الكريم من اكتر من 1400 سنة اتكلم عن النجوم؟ ورا كل نجم فيه قصة علمية عظيمة ورسالة من ربنا سبحانه وتعالى للي بيفكر وبيتأمل. في حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست هنتكلم على النجوم من منظورين: منظور علمي بيشرح ازاي النجوم بتتولد، ومنظور ديني من القرآن الكريم بيكشف لينا حاجات أعمق بكتير من مجرد منظر في السماء. النجوم هي عبارة عن أجسام ضخمة جدا بتتكون من مجموعة من الغازات المشتعلة، أهمها الهيدروجين والهيليوم. في قلب كل نجم بيحصل تفاعل اسمه الاندماج النووي، وده لما ذرات الهيدروجين بتندمج مع بعضها تحت ضغط وحرارة عالية جدا. في الحالة دي بيطلق كمية كبيرة جدا من الطاقة في صورة ضوء وحرارة، واللي بيخلي النجم يفضل منور ومستقر لفترات زمنية طويلة ممكن توصل لملايين السنين. هو التوازن بين نوعين من القوى: الأولى قوة الجاذبية ودي اللي بتضغط الغاز للداخل، والتانية ضغط الإشعاع والطاقة الناتجة من التفاعلات النووية اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي، ودي بيكون اتجاهها للخارج. النجوم مش بس مصدر للضوء، لكنها كمان مسؤولة عن صناعة العناصر الثقيلة اللي موجودة في الكون زي الكربون والحديد، وكنا تطرقنا في حلقة سابقة واتكلمنا فيها عن الحديد بالتفصيل، وإن شاء الله هسيب لينك الحلقة في الديسكريبشن بوكس. بالنسبة للمرجعية الدينية فورد ذكر النجوم في أكتر من موضع في القرآن الكريم. يعني في سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إن ربنا سبحانه وتعالى زين السماء الأقرب لينا اللي هي السماء الدنيا بالنجوم التي تضيء وبتبدو لينا كأنها مصابيح جميلة، وبعض هذه النجوم بتستخدم كوسيلة لطرد الشياطين، إن كانت هي النجم نفسه أو ما ينبثق عنه زي الشهب، يعني ده وسيلة لطرد الشياطين ومنعهم من استراق السمع في السماء. وكمان في سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بمواقع النجوم، وده شيء عظيم جدا. ليه المواقع؟ لأن احنا لما بنبص على نجمة في السماء فاحنا في الحقيقة بنشوف مكانه القديم، لأن الضوء بياخد وقت طويل جدا عشان يوصل لنا، وده نتيجة لطول المسافة اللي بيننا وبين النجوم دي، وممكن توصل تقريبا لآلاف السنين الضوئية. يعني مكانها الحقيقي اتحرك من زمان بس احنا شايفينها متأخرة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان القسم ده عظيم جدا لو احنا فاهمين ده بيعكس قد ايه النجوم والمجرات فيها اعجاز، مش بس في شكلها لكن كمان في طبيعتها العلمية. وفي موضع اخر في سورة الانعام بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي جعل لكم النجوم اللي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل النجوم دي وسيلة هداية، لان زمان ما كانش فيه لا بوصلة ولا GPS، فكانوا الناس بيهتدوا بيها في البر والبحر. يعني هي مش بس منظر لكنها كمان أداة هداية وتوجيه. وفي سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. ربنا سبحانه وتعالى بيأكد تاني إنه زين السماء اللي احنا شايفينها بالكواكب. يعني السماء مش بس منظر زي ما قلنا، ده كمان في دليل على إبداع الخالق. وفي سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إنه حط للناس علامات بتساعدهم إن هم يعرفوا الطريق، ومن أهم العلامات دي هي النجوم. يعني الناس زمان وحتى دلوقتي في بعض الأماكن كانت بتستخدم النجوم لتحديد الاتجاهات في الصحراء أو في البحر. وفي علم الفلك الملاحي وده بيعتمد بنسبة كبيرة على مواقع النجوم، وبيستخدم كمان في الطيران، الملاحة البحرية، وحتى الأقمار الصناعية. وفي سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. البروج هنا المقصود بها التجمعات النجمية أو الأبراج السماوية، وكمان السراج المقصود بها الشمس لأنها منورة بذاتها يعني، وقمرا منيرا لأن ده معناه إن هو بيعكس الضوء. الآية دي فرقت بدقة بين السراج والقمر والبروج. زي ما قلنا السراج اللي هي الشمس مصدر للضوء والحرارة لأنها نجم بذاته، والقمر منير بيعكس ضوء الشمس، هو مش بينتج ضوء، هو بيعكس الضوء. والبروج اللي هي مواقع نجمية ثابتة بالنسبة للأرض، وده كله بيتطابق مع الفهم العلمي الحديث. وفي سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم: الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. في الآية الأولى بتقول إن الشمس والقمر دول ماشيين بنظام دقيق جدا وكل حاجة بحساب. الشمس والقمر فعلا ليهم حسابات دقيقة جدا في المدارات، وكل حركة ليها قوانين فيزيائية ثابتة. القرآن مش بس أشار للنجوم كزينة، لكن هو وصف دورها بدقة زي الهداية والرجم والزينة.
وفرق بين الأجسام اللي بتنور بذاتها زي السراج اللي هو الشمس، واللي بتعكس الضوء زي القمر، وأشار لحسابات دقيقة جدا بتنظم حركة الشمس والقمر، وأقسم بمواقع النجوم اللي هو من أدق المفاهيم اللي عرفها العلم الحديث. يعني النجوم عمرها ما كانت مجرد نقطة نور في السماء، كل نجم بيحكي حكاية معينة عن بداية ونهاية وحساب دقيق، عن كوكب ممكن يعيش ونجم ممكن ينفجر، وعن كون واسع بيشهد على عظمة الخالق. كل ما العلم بيكتشف حاجة جديدة بنرجع نلاقيها مذكورة في القرآن الكريم من قرون، وده مش تضاد، ده تكامل. علم بيشرح ازاي وقرآن بيقول لك ليه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله قريب. سلام.